السلام عليكم. في فيديو اليوم إن شاء الله باش نعملوا عصيدة الزقوقو التونسية، عصيدتنا المزيانة والبنينة والفاوحة. نتمنى تجربوها بطريقتي وبإذن الله تعجبكم. أنا نموت عليها العصيدة الحسيلو، عملت لها قاعدة مزيانة ما شاء الله. عملت قهوة عربي وحطيت الحلو التونسي المزيان متاعنا المضخم. بالحق نودكم ومنشهيكم. شوفوا لي أكل قوام كيفاش وكل لون غامق، معناها ما شاء الله. نتمنى تجربوها بطريقتي وبإذن الله تعجبكم. بسم الله. أول حاجة خذيت الزقوق متاعي، عندي رطل زقوقو بالطبيعة، غسلته بالكدا وشمسته وعرجته في الفور ونظفته وأموره توا مريقلة واضحة ما شاء الله. شوفوا هذايا رطل زقوقو. في المرحلة الأولى مش ناخو 700 مليلتر ماء، وباش نحط زقوق متاعي باش نرحيه في الغبو هذيا. نحس الطريقة هذه أسهل وأسرع وخير ما نقعد نحي في عجينة واحد وبات وبعد نحله في الماء. بالطبيعة تعملوا اللي يريحكم، أما أنا الطريقة هذه نحسها خير. حطيت الماء متاعي وباش نرحيه توا نوسع بالي نرحيه بالكدا. نرحي ونقص ونرحي، معناها نخدم ونقص باش ما نهلكوش الغبو متاعنا الحاسيلو. نرحيه بالكدا. توا باش نجيب بول باش نحط الخليط متاع الزقوق اللي رحيته والماء، وباش نخليه باش نبيته في الفريجيدير ليلة كاملة، ومن غدوة نكمل نخدمه. توا ذوكم 50 مليلتر زدتهم باش في الكل يكون استعملت 750 مليلتر ماء. معناها في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية باش نزيد كيف 750 مليلتر من الماء. توا زقوق متاعي هذايا باش نغطيه وباش نحطه في الفريجيدير يبات ليلة كاملة، ومن غدوة إن شاء الله نكمل الباقي المراحل. توا هذا من غدوة أجبت الخليط متاعي نخلطه شوية وباش نكمل باقي المراحل. هذه 750 مليلتر أخرى باش الكل في الكل يكون على رطل زقوقو 1.5 ماء، 250 جرام سكر و250 جرام فرينة. أنا عندي سكر بني حبيت نستعمله أصل باش يزيد يغمق هو لون العصيدة أكثر. به عندي ساك هذيك كالفلتر، معناها القماش متاعها قلت نصفي بها زقوقو في المرحلة الأولى. بالطبيعة نصفيه باللي عنا بصفاية بقطعة قماش نظيفة بالطبيعة. الحاسيلو كيما نعرفوا نصفيه زقوقو. حطيت زقوقو متاعي وباش نبدا نعصر فيه بشويه اللي معناها نخرج كان الماء متاعو ولا الديشي هذاك باش نزيد نكمل نخدمه مره اخرى. هذا الجزء الاولي اللي خرجته من زقوقو. الديشي كيف هكا 750 مليلتر من الماء هذيك نبدا نزيد فيها بشويه كل مره نزيد شويه وننظف القشره وهكاكا. الحاسيلو عملته على 3 مراحل. القشرة معناها اللزقوق وذيك 3 مرات نزيدو ماء ونصفيه لين في الاخر اتأكدت اللي قاعدة قشرة اكهو ما عادش معناها فيه روح اكهو، وقتها اتخلصت منه. هذه 3 مرة كملت بنفس الطريقة، نزيدو شوية ماء نحلو ومن بعد نصفيه. هذه تو اخر حاجة، هذه اخر مرحلة معناها من الديشي. تو خذيت الزقوق متاعي اللي تحصلت عليه مش نزيد له 250 جرام فرينة، نحلهم بشوية بالفوي وباش نزيد نعديهم في الغبو باش الكعابر هذوكم الكل يتحلوا ويولي لي معناها الخليط صافي. حطيته على مرتين معناها نعملوا له ضربة باش نتأكدوا اللي ما عادش معناها فيه الكعابر متاع الفرينة يتحلوا. وكالعادة نعديها على الصفاية، ديما نعدي باش نتأكد باش يجيني القوام صافي ليس هكا مزيان نضيف ما فيش ديشي بالكل. هذيك طريف الماء اللي قعدت هي اللي ديما نخليو طريف باش نشللوا بها الصحفه ولا الغبو الحاسيل ونشللوا بها الحاجات استعملناهم في الزقوق. اي الزقوق راهو غالي وعزيز وبنين وفاوح، ماذا بينا ما نضيعوا منه حتى نكتب، الحق انا نموت عليه. تعرف هذيك كملت شللت بها الغبو وكها توا الخليط متاعنا حاضر باش نبداو نطيبوا فيه. نحطوه على الغاز على نار متوسطه ونحركوا ما نهزوش يدينا بالكل، نقعدوا ديما نحركوا نردوا بالنا باش ما يشدناش معناها من اللوطه ويتحرق ولا حاجه. الحسيل ونوسعوا بالنا لين يبدا بشويه يشد في روحه، ديما ما نوقفوش لين يولي لنا ليس ومزيان وحسيل كيما نعرفوا عصيده الزقوق وكيفاش تطيب. المهم ما نبعدوش عليه وما نتوقفوش على التحريك.
تبدأ الريحة البنينة تطلع. توا باش نزيد السكر، نجم نستعملوا السكر الابيض العادي ولا هذا الاسمر. السكر الاسمر هو اللي يزيد معناها يغمقها ويخلي لونها غامق مزيان. بالطبيعة كي نحطوا السكر مش تتحل اكثر باش تولي تحسوها ولات جارية، ما نخافوش ونوسعوا بالنا، نكملوا على الغاز ما نزيدوها حتى شيء، نوسعوا بالنا قد ما تاخو وقت تاخو، المهم اللي نتحصلوا على القوام اللي نعرفوه متاع العصيدة، مش جارية ومش خاثرة. بالطبيعة وهي سخونة نحطوها في الكيسان متاعنا، نكونوا حضرنا الكيسان متاعنا قبل ما نبداو نطيبوا باش كي تكون معناها كي تحضر ديراكت نحطوها في الكيسان ولا في الصحافي ولا في شنو باش نحطوا. شوفوا بالحق لونها كيفاش غامق وتكستور متاعها تشوفوا كيفاش تبرد تشد روحها تجي ما شاء الله. توا باش نحضروا خلينا الزقوقو يبرد وباش نحضروا الكريمه متاعنا. حطيت نص لتر حليب، عليها 4 مغارف كبار نشا ومغارفتين كبار سكر، بنفس المغرفة حطيت 4 مغارف نشا و2 مغارف سكر. باش نزيد 2 ساشيات سكر فاني، وتوا نحلهم هذوما في البارد، مازلت ما حليتش انا الغاز، جوست نحل نشا يبدا يابس ملوطه نحلو ونخليه يتحل مع الحليب والسكر، ومن بعد نحل الغاز وعلى نار متوسطه كيف كيف نقعد نطيب فيهم ونحرك لين نتاكد اللي الكريمه طابت وتبدا تبقبق وتخثير سي بون راهي طابت. قربت حذايا الكيسان متاع الزقوق وشوفوا كيفاش ما شاء الله، بالحق ما شاء الله. نودكم مشاهيكم، نتمنى تجربوها بطريقتي وباذن الله تعجبكم. هكا هاو وين تكمل طيب معناها الكريمه نفوحوها باش نحبوا، تنجموا تخليوها كيما هي ولا تفوحوها بعطرشيه والا زهر. انا عندي عطرشيه، حطيت مغرفه كبيره عطرشيه تفوح بالحق وتعطي ريحه بنينه الكريمه. حطيت الكريمه فوق الصحافي، في الصحافي معناها فوق الزقوقو، نخليوهم يبردوا ومن بعد نزينوا كيما نحبوا نشتهيو كيما متوفر عنا. نتمنى تجربوها العصيدة بطريقتي وتقولوا لي رايكم في الكومنتير شنو رايكم فيها، وان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله نتقابلوا في فيديو جاي ان شاء الله.